مساء الحلويات. سؤال: بيراميدز ظالم ولا مظلوم؟ سؤال تاني: بيراميدز ممكن يكسب بطولة افريقيا توقعاتكم حظوظه اقوى من سان داونز ولا لا؟ وهسألكم سؤال تالت. قبل ما اسأله كمل معايا بس الفيديو ده لحد الاخر، لو عجبك جنب اللايك يا سيدي اعمل لنا ريبوست، اعمل لنا كومنت. طيب، ماتش بيراميدز وسيراميكا يوم 28 في نفس وقت الماتش بتاع الاهلي وفاركو المحدد للدوري، لكن خليني اقول سؤال: لو الاهلي ولا الزمالك اللي كانوا مكان بيراميدز بيلعبوا نهائي بطوله افريقيا يوم واحد وهم قربوا جدا من اللقب، كان الاهلي ولا الزمالك هيلعبوا الماتش ده ولا كان هيتاجل لهم؟ اترك لكم الاجابه، انا راجل اهلاوي واترك لكم الاجابه. تقول لي المفروض ما يتاجلش، لو انت كلامك ما يتاجلش اقول لك مسابقه تنتظم، لازم تحترم الجدول، لكن كان قبل كده للاهلي وللزمالك بيتاجل لهم الماتشات عادي عشان خاطر بيمثلوا مصر. لو على نفس المعيار بيراميدز برضو بيمثل مصر، لكن انا خليني اقول لك النادي بيمثل نفسه. طيب ما انت السنه دي في الهبوط لعبت فلغيت الهبوط وفي لغط على الثلاث نقط بتوع ماتش الاهلي ولا الزمالك تتخصم ولا ما تتخصمش، اللي هي الثلاث نقط بتاع نهايه الموسم. طيب ما انت اللوائح بتاعت السنه دي غير بتاعت السنه اللي فاتت، ففي مشاكل كتير جدا. بتدعي ان انت تحترم المسابقه وكنت احترمتها من قبل كده، فهي مسابقه غير محترمه لسبب واحد: لان الاهلي والزمالك وخصوصا الاهلي اقوى من اتحاد الكوره. هتقولي الاهلي اتظلم قبل كده، اتظلم قبل كده، والزمالك اتظلم قبل كده، مفيش حد بريء يعني من الاخر. فلما المسابقه تبقى بتحترم نفسها واتحاد الكوره يبقى اقوى من الاهلي والزمالك، يبقى عندنا كلام تاني. والسلام ختام.